ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ حورية. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم هلاليات كرواسات بالعجينة المسمن مالحين، كيجيو اكثر من رائعين. تحلفوا عليهم بلا بات بيتي وهما غير بالعجينة المسمن. نبداو ان شاء الله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. انا عندي هنا في القصعه درت 3 كيسان ديال الدقيق الفورس وكاس ديال الفينو، يعني السميد الرطب. الفينو راه معروف. كنخلطوا هاد جوج ديال العناصر الفينو والفورس، كنديروا الملحه على حسب الذوق، وكندير واحد نص خماره ديال الحلوى، نص خماره حمراء، واحد المعلقه ديال الخل كنخويها انا فوق الخماره باش كتعطيني داك المفعول ديالها. وغادي ندير واحد المعلقه د العسل، اللي ما عندوش العسل وبغى يكتفي بالسنيده يدير معلقه سنيده. وغادي نديرو معلقه ديال الزيت، اما زيت الزيتون اما زيت عاديه، انا درت زيت الزيتون. صافي، وغنعجن بالماء دافي عادي، ندلكوها غير واحد شويه، نجمعوها وغادي ندهنوها بشويه الزيت، وغادي نديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح بين ما وجدنا الحشوه ديالنا. انا تقريبا هزت ليا 2 كيسان ونص، قياس دوك الكيسان اللي درت بهم انا الدقيق درت بهم الماء، ولكن كل واحد والطحين ديالو والامتصاص ديالو ديال الماء. صافي، هنا انا جمعتها غير شويه، دهنتها بالزيت وعندنا بلاستيك، وندوز ان شاء الله نديرو الحشو. عندي فلفله الوان والبصيله، يعني درت 2 بصيلات وفلفله فلفله حمراء وفلفله خضراء. وعندي فوق البوطه يتشحروا، سمحولي تحذف ليا المقطع ديالو. كنديرهم يتشحروا مع زويته بلديه، وكنزيد عليهم واحد الطويمه ديال الشعريه فيغميسيل كنفزقها في الماء طايب، شويه المعدنوس وشويه الزيتون مقطع وواحد التونه. والتوابل كندير شويه الهريسه، شويه الملحه، شويه زيت الزيتون، شويه ديال الكمون والتحميره يعني الشاونيه. صافي، وكنديرهم يتشحروا. انا تقطع ليا المقطع، ولكن انا قلت لكم المقادير ديالها. كنشحرهم غير شويه، كنزيدوا عليهم حتى كنطفيو، عاد كنزيدوا الزيتون وكنزيدوا شويه ديال المعدنوس مقطع وديك التونه غير علبه وحده، وشويه ديال الفرماج احمر. صافي، هذا ما فيهم. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه قطعتها بولات، يعني كويرات صغار، وكنورقها بالزبده ديال التوريق. زبده التوريق انا ندوبتها وزدت فيها واحد المعلقه ديال الزبده حيوانيه، يعني زبده مزيانه. واللي بغى يورقهم غير بنوع واحد ديال الزبده بركه. ديال التوريق راه كتجي بحال لاباط بيتي نيشان. صافي، انا كنربعهم يعني عادي مسمنات عاديين مربعين، فيما كنطلقوا غير بالزيت عاديه فوق البلا باش ما كتلصق ليناش الزبده على سطح العمل. وفي وسط العجين يعني ملي كنورقوها مزيان كندهنوا واحد الدهينه خفيفه، ما تقويش بزاف الزبده باش ما يجيكمش مدهونين بزاف وما تقدروش تاكلوهم. راه رمضان هذا بنادم كيكون ما قادش، ولكن صدقوني جاو ما نقول لكمش عجينه بالمسمن رائعه، جات مقرمشه وهشاش وبنان وحشوه خفيفه، رائعه رائعه رائعه. تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم بزاف. صافي، انا كنربع قلت لكم المسمن ديالي.
عادي بحال اللي غنديرو المسمن ديال المقله. صافي انا ربعتهم كاملين وغنشد، نبدا بالاولى كنطلقهم مزيان، كنحاول الجناب يطرقوا مزيان باش ملي كنلويوهم ما كيجيوناش غلاظ، ولكن ما نقول لكمش راهم جاو خفاف غزالين. صافي انا كنعمر الحشو ديالي وكنبقى غاديه بحال اللي كندير الشكل ديال الكرواسه. يعني الهلاليات جاو خطيرين بزاف. كرواسه مالحه رائعه. حتى الحشو راه اقتصادي ماشي شي حشو، غير البصله الفلفله واحد دويمه وحده ديال الشعريه فيغميسيل فزقتها في المطايب وقطعتها بالمقص من بعد ما سقطرتها. صافي كتزيدي شويه التحميره، شويه الكمون، شويه الملحه، شويه الهريسه، وكندير واحد العلبه ديال حتى كنطفيو، كنديروا علبه ديال الثوم وشويه ديال الزيتون مقطع، شويه ديال المعدنوس مقطع، وشويه ديال الفرماج. ما كانش فروماج ديروا غير جوج طامات، جوج مثلثات ديال الفرماج، والله يجعل البركه. صافي انا نشكلهم هلاليات او كرواسات، غنديرهم في الطاوه ديال الفران، غندخلهم الفران ان شاء الله. انا هنا ملي بديت كنقادهم بحال هكا شعلت الفران لان عندي غير الغاز. انا كاين ديال الضو ولكن كنفضل انا هذاك الغاز كيطيب ليا زوين. دابا هنا في هاد البطران انا شعلته وخليته يسخن مزيان، وملي دخلتهم للفران راه درتهم في الرف الفوقاني في خطره بعاد على العافيه. يعني كاينه الطاوه، كاين الفران كتحلي كتلقاي العافيه والصينيه، انا درتهم فوق. انا خديت عيل صفر ديال البيضه، زدت فيهم قطيره ديال الخل وشويه ديال الحليب وشويه الصوجه، ودرت معلقه صغيره ديال الشاونيه اولا التحميره بابريكا، كتعطيهم ديك التحميره رائعه. صافي نخلطو مزيان باش ديك التحميره ما تبقالناش محبه. كتضربوهم مزيان هاد الخليط، خلطوه مزيان من بعد عاد دهنوا. انا ملي دهنتهم رشيتهم بالحبه البركه او السانوج صافي ودخلتهم الفران. انا قلت لكم بهاد المرحله فاش كنت كنلويهم رانا ديك الساعه رانا شعلت الفران. ندخلهم الفران وغادي ندوز نخدم معاكم عصير خفيف ساهل واقتصادي وصحي، هي جوج. ما فيه لا حليب لا سكر لا حتى شي حاجه. اللي بغى يدير السكر ما بغاش يدير التمر يحل بالسكر، ما عندي ما نقولو. انا اعوذ بالله من قلت، انا درت غير التمر، درت 5 ديال الحبات ديال التمر حليت بهم جا رائع. البنان راه حلو، التمر حلو، التفاح حلو، الله يجعل البركه. صافي هنا دهنوا مزيان، دهنوا الجناب ودهنوه مزيان، وديروا الحبوب اللي بغيتو، يا جنجلان يا البابو يا حبة البركة يا سميتو يا داك. المهم اي حاجه عندكم بغيتو ديروها ديروها.
صافي انا هنا دخلتهم للفران سخون مزيان، وندوز نخدم معكم العصير. عندكم حبه ديال ليمونه حامضه، انا كنحكها وكنحتفظ بالقشره ديالها في الثلاجه في الفريغو، ربما نبغيه في اي حاجه. وكناخذ غير اللب ديال الحامض، يعني ديال الليمون الحامض، كنحيد ديك القشره البيضاء الدخلانيه اللي كتكون مغلف بها البوت ديال الحامض. انا كنحيدها، كنحيد العظم، وكندير في كل بلاستيكه كندير حامضه، ليمونه حامضه منقيه، وجوج برتقالات حتى هما منقيين محيده لهم الجلده والعظم، وكنعمرهم في بلاستيكات غذائيا، وكنديرهم في المجمد. ملي كنبغي العصير كنجبد ميكا وحيده راه فيها جوج حبات ديال البرتقال وحبه ديال الحامض، وديك الساعه كطحنوهم مع من ما بغيتو، اي فاكهه عندكم ديروها. نتوما كتشوفوا كنحيد ديك القشيره البيضاء، كتبقى عندي غير اللب ديال الحامض باش ما كيجينيش مر. واللي بغى ديروا حيدوا غير داك العظام وداك الشيء، والقشره البيضاء الكبيره الغليظه اللي كتكون بين القشره الصفراء وما بين الحامضه، هذيك لا تحيدوا ويتخيلوا هاد القشره الدخلانيه خليوها. انا بغيت نحيدها صافي، جاتني ساهله حيدتها. نتوما اللي جاكم ساهل ديروه. حيدتها واحتفظت بهم في المجمد، وهو عصير ديالنا رائع. زيدوا معاه اللي بغيتو، وهانتوما حطيتو عصير ديالكم منعش. انا زدت تفاحه وبنانه و5 ديال التمرات ويطرو بالماء، وشربنا العصير مع راساتنا، والصحه والراحه على الجميع. هانتوما انا كنقشر الليمونات يعني البرتقالات، هما كنحيد ليهم ديك الجلده مع اللحمه البيضاء اللي في الليمون. انا هانتوما انا جبدتها من المجمد عندي جامده، عندي يطرد الماء، تفاحه، بنانه، 5 د الحبات ديال التمر، وكنطحن كل شيء في الميكسور. الا الميكسور ديالكم كيطحن مزيان بلا ما تصفيو، كان ما كيطحنش صفيو. انا ما صفيتوش غير طحنت مزيان، قد تبان حتى حاجه وخليته. طحنوه وقدموه، شربوه مع راساتكم بالصحه والراحه، كيجي رائع. غير بالما ما ديروا لا حليب لا حتى شي حاجه. صافي انا هنا خرجوا لي من الفران، ما نقول لكم شوفوا على هشاشه وعلى تقرميشه، ما نقول لكمش على خفافيهم، والحشوه جات رائعه، العجينه خفيفه د المسمن والحشوه خفيفه وعصير خفيف، والله يجعل البركه والصحه والراحه. اختي الا عجبك الفيديو وصلت حتى لهنا ما فيها باس ديري واحد اللايك وتكتبي واحد الكومونتير يكون زويون بحالك، وبالصحة والراحة. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي بحول الله. مع السلامة.